ليه ناس كتير بتفشل انها تلاقي شغل سواء في البرمجه او في اي وظيفه غيرها؟ لو مش كده وبس، مع انهم بيكونوا متعلمين ومعاهم المهارات الاساسيه لاي وظيفه، وده اللي بيحصل دلوقتي. فحاول تركز معايا في الكام ثانيه دول علشان تلحق تشتغل على نفسك. دايما في مرحله التعلم لاي مهاره بيكون تركيزنا كله منصب على المهارات الاساسيه للتخصص او الوظيفه دي، فبتدرس مع نفسك وبتاخد كورسات وبتطبق وبتعمل مشاريع وبتتعلم حاجات كتير. ايوه، وماذا بعد؟ مين يعرف كل ده؟ اسمك، مشاريعك، خبرتك، والمشاكل اللي واجهتها وحلتها. يبقى لازم تدخل جوه الكوميونتي وتبدا تشارك وتتفاعل معاهم. هتصدقني لو قلت لك اني شفت ناس محترفين وخبرتهم كبيره جدا في مجالي، بس تيجي لحته التواصل زي لو في مشكله او في نقاش حرفيا صفر، ويمكن تحت الصفر كمان. وانا بتكلم عن كل الجنسيات اللي انا اتعاملت معاهم. يا جماعه، الناس دي ضاع منهم فرص كانوا هياخدوا اللي هم عايزينه، ولكن علشان قله خبرتهم في التواصل الفعال والعشم الزياده واعتمادهم الاكتر على المهارات بتاعه الوظيفه نفسها زي التكنيكال، بس الفرص دي ضاعت من ايديهم. السر والنجاح الحقيقي علشان تلاقي شغل فعلا في الوقت الحالي وفي المستقبل: الانجليزي رقم واحد، مهاره مطلوبه في سوق العمل حاليا. الشخصيه بتاعتك تكون سويه نفسيا، مش توكسيك ولا سيئه. علاقاتك في المجتمع هتكتسبها من مهاراتك وشخصيتك الكويسه، وقدرتك طبعا على التسويق لنفسك. لايك وفولو وتحول لمبرمج.